رغم غياب بيدري برشلونة توسع الفارق إلى 4 نقاط بينها وبين ريال مدريد. برشلونة تفوز على فياريال 2-0 بالدوري الإسباني. حط لايك ومتابعة وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. برشلونة بالشوط الأول كان عندها مشاكل هواية من ناحية الدفاع. بالدي وكوندي وكوبارسي ومارتين ذول فجأة تحولوا إلى بابا نويل مناسبة رأس السنة، وظلوا ينطون هدايا الفياريال، لكن فياريال ترفض الهدايا. دفاع برشلونة يخطأ وفياريال تضيع، وما استغلوا كل هاي الفرص. من ناحية الوسط رغم غياب بيدري اكو لاعب موجود اسمه فرانكي ديون، قدم مباراة ولا اروع. الخروج بالكرة وعرف شلون يقلل الضغط من فياريال، وحاول قدر الامكان يغطي على غياب بيدري. إريك غارسيا يا اخي شنو هذا اللاعب؟ تخليه دفاع يرهم، تخليه وسط يرهم، وين ما تخليه يقدم لك اداء ممتاز. إريك غارسيا من ضمن اللاعبين المميزين بالفريق وعنده روح قتالية تخبل. من ناحية الهجوم فيرمين لوبيز وفيران توريس ذولا أصلا ما أجوا للملعب، وخاصة بالشوط الأول لا تمركز لا ضغط ولا أي شيء قدموا. الميزة الوحيدة اللي سواها توريس هي سحب دفاع فياريال ويسوي مساحات. هاي هي. تشوف المباراة تقول برشلونة اليوم راح تتعثر على ضغط وهجمات فياريال، لكن يجيك البرازيلي وبمهارته يحصل على ضربة جزاء ويسجل الهدف الأول. يلا سجل جزاء مفادتكم، لو لما تصير لريال مدريد تصير تحكيم. وبعدها رافينيا يشوت تسديده بالعارضة مو طبيعية. رافينيا هو اللي كان شايل الفريق. فياريال وصل لمرمى برشلونة 8 مرات تقريبا وراد يسجل، ولكن اخوان غارسيا لديكم لا خوف عليكم يا برشلونة. بس اريد اعرف برشلونة منين جابت هذا الحارس؟ اخوان غارسيا صد كرات مستحيل اي حارس غيره يصدها. يا اخي صد من جميع الجهات، خرب يومه، يمنى يسرى فوق جوه، وهجمة من الهجمات شاتوا عليه الكرة 4 مرات وكلهم صداهن. اخوان غارسيا كان ملك المباراة، اخوان غارسيا كان سور برشلونة العظيم. اتمنى من فينيسيوس جونيور يتعلم شوية من لامين يامال والشخصية اللي عنده داخل الملعب. لامين يامال بغض النظر عن مراوغاته ومهاراته ولعبه داخل الملعب شنو مهم محمد؟ تعال اقول لك. لامين يامال يتسبب بطرد لاعب فياريال بالشوط الاول، ولما نجي للشوط الثاني الجمهور يصفر عليه صافرات استهجان. بدل المركز مالته بعد ما يصفرون عليه وما سكتوا، وين ما يروح ظلوا يصفرون عليه. وكل هذا لا تأثر ولا شيء لحد ما سجل الهدف الثاني لبرشلونة وراح احتفل على طريقتهم وظل يصفر وياهم. مو مثل صاحبنا يظل يستفز بالجمهور لو يشتكي لي للحكم ويلعب روحنا طول 90 دقيقة. لامين يامال يقول لك أنا داخل أجيب 3 نقاط لبرشلونة ووسع الفارق 4 نقاط. بالشوط الأول تشوف فياريال هو اللي كان ضاغط وأكثر خطورة من برشلونة، لكن لما نجي للشوط الثاني برشلونة هي اللي تريد تسجل أكثر أهداف. ليش؟ حتى تحافظ على المركز مالتها وحتى تحافظ على النتيجة مالتها. وأداء الفريق تحسن أكثر لما طلع فيرمين لوبيز وفيران توريس ونزل راشفورد وريفاندوسكي ورافينيا صار بالمركز 10. برشلونة عندها فريق متماسك، برشلونة عندها فريق يلعبون بروح وحدة، برشلونة عندها فريق يلعبون من أجل الشعار. مباراة كانت ممتازة لفريق برشلونة، وهانز فليك هذا الموسم نازل ياكل الأخضر واليابس.